السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد ويوم جديد كده وسط الاسبوع. قلت اشارك معاكم بقى نهاري كله كده من اول ما صحيت، اقول لكم انا عملت ايه عشان اطمنكم عليا، علشان انا عارفه ان انا بغيب عليكم، بس اكيد انتم مقدرين يعني. المهم هبدأ يومي بان انا اشرب النسكافيه بتاعي عشان اصبح على حبايب امونة سواء على الانستا او على الفيسبوك، فاتأكدوا ان انتوا تكونوا متابعيني هناك. هكتبها لكم على الشاشة، امونة في تركيا. القهوة اللي انا هشربها النهاردة دي نسكافيه كده، اللي هي قهوة الجوارنا. المفترض ان هي قهوة بيكون نسبة الكافيين فيها اعلى وليها مزايا، يعني على قد ما برضو الكافيين الزيادة بيكون ليه اضرار، خاصة لو حد عنده مشكلة بعد الشر في القلب او الضغط، ولكن برضو ليه مزايا زي ان هو بيدي نشاط اكتر، افضل للصحة العقلية. فالحمد لله يعني انا ما عنديش اي مشاكل صحية يعني، فبحب ان انا اشربها وعندي. فشربت النسكافيه بتاعي وصبحت عليكم، وبعد كده هاجي اعمل هنا سريعا كده لنفسي ساندوتش بعد ما كنت عملت الفطار طبعا للولاد وفطرتهم. وانا هاخد الساندوتش علشان عايزه اخد الحبايه بتاعه الاوميجا 3. قلت لكم ان انا بحاول الفتره دي انتظم على الفيتامين وكده، واوميجا 3 بقيت اخده يعني بصوره منفصله علشان مشكله الذاكره اللي عندي. انا بنسى كتير قوي يا جماعه، احنا لسه يعني اهو، مش هنقول ان احنا كبار قوي ولا صغيرين قوي، بس فعلا يعني ملاحظاها جدا مشكله النسيان. فبدات ان انا اخد الاوميجا 3، وطبعا لازم اخده وانا فتره، فعملت كده ساندوتش سريع عشان اقدر اخد الحبايه قبل ما انساها بقى وانشغل في حاجه اليوم ومهام اليوم. انا عارفه النهارده ايه الحاجات اللي عندي في البيت. هنروق كده سريعا. دخلت اوضه النوم عندي، والله يعني انا عامله يعني يعتبر كل الحاجات الزياده بقى، والهدوم اللي بتبقى محطوطه هنا وهنا، كل ده اصلا كنت عاملاه امبارح. لكن النهارده الصبح إيه كان عندي دوره غسيل، فقلت هغسل بقى، فشلت الملايات وقلت كده ألمع سريعا الخشب بتاع الاوضه، التسريحه والدولاب وكده. المنظف اللي معايا في ايدي ده بستخدمه، ده بتاع مخصوص للاخشاب. شيماء اختي حبيبتي جابتهولي من ماي واي، هي بالمناسبه عضوه في الشركه وبتشتغل، فلو حد بيحب يطلب حاجه او كده هكون سايبه لكم الصفحه بتاعتها في صندوق الوصف. فهي كانت شافتني في الفيديو اللي كنت بعمل فيه الروتين وبتكلم ان انا عايزه منظفات للمطبخ تكون قويه وكده، فبصراحه جابت لي بقى من عندها في ماي واي اللي هو الباور بتاع الدهون، وبرده المنظف دوت بتاع الاخشاب ومعطر الجو. انا بصراحه كان بقالي فتره ما بستخدمش منظفات وكده وانا بنظف البيت عشان الولاد موضوع الحساسيه، بس الحمد لله هما بقوا افضل كتير واحسن. والوقت ده جلوزار ما كانتش موجوده يعني عنده ماما، فعشان كده قدرت ان انا استخدمه براحتي، لان هو بصراحه المنظف بتاع الاخشاب فيه ريحه، بس ريحه حلوه عجباني قوي، فبس مش قوية يعني، بس في ريحة. المهم بدأت كده بالمنظف بتاع الأخشاب ان انا ابخ والمع كده بحتة، ودي عندي بقى الازاز برضو. يعني زي ما بقول لكم انا الأوضة تعتبر متروقة، احيانا بيبقى فيه كراكيب، حاجات مش في مكانها، الهدوم، كل ده من امبارح اوريدي كنت عاملاه. والنهارده زي ما بقول لكم بقى التلميع يعني والترويق كده، فهيكون خفيف مش هياخد مني حاجة. وبعد ما هنلمع كده الأوضة برضو هنكنس ونمسح ونفرش الملاية بتاعتنا، يعني ما عنديش أي حاجة تانية في البيت يعني، أو مش عايزة أشغل، لأن النهاردة هنطبخ يعني، وعايزة أنزل حاجات السوق أجيب لحمة وحاجات، وبعد كده النهاردة الولاد عندهم تدريب السباحة، فمش عايزة أرهق نفسي أوي في البيت، على الرغم أن أنا عندي غرفة الولاد عايزة تتروق. المطبخ طبعا أكيد بصورة يومية لازم كلنا بنقف فيه، بس يعني قلت كده اعمل روتين يكون بسيط سريع، وفي نفس الوقت حاجة تكون خلصت منها، بحيث ان انا اكون اوضه النوم فرشتها وخلصت منها خلاص الاسبوع دوت، يعني ما اعملش فيها حاجة تاني.
هاجي بقى دلوقتي اشغل كده دورة الغسيل، بحيث طبعا دورة الغسيل هتاخد وقت. فقلت بقى ايه، عقبال ما انا اكون نزلت السوق اشتريت الحاجة اللي هعملها لو هعمل الغدا يعني، وبعد كده نبقى ايه ننشر الغسيل بتاعنا. فانا هحط دورة غسيل كده اللي هي ايه بنقول عليها كراشيك، يعني الوان بقى على اسود او كده. لان بصراحة دايما ده البرنامج الوحيد اللي بستخدمه في الغسالة بتاعتي اللي هي الكراشيك، علشان بتكون 30 درجة، فما يكونش يعني المية سخنة وكده، عشان ما بوظت بقى لبس الخروج الملايات ما تكشش. فيعني بتفادى الموضوع ان انا اشغل البرنامج تكون درجة الحرارة بتاعته 30. فهو البرنامج اللي عندي كده في الغسالة اسمه كراشيك يعني مشكل. فهظبطه اهو 30 درجة، هيعمل 81 دقيقة. شغلت بقى بعد ما حطيت المسحوق كده اللي هو اسمه ايه منعم الملابس، ونزلت بقى سريعا سريعا. انا كنت نازله اشتري بصراحه لحمه، وبعد كده سالت ماما عايزه حاجه، فقالت لي هي كمان عايزه خيار. فبصوا ورا الجنينه على طول اللي قدام بيتنا ديت السوق، بدايه السوق، سوق المساكن اسمه. هنا بقى الناس اللي بتخبز العيش وكده، حبيت اوريكم انه بحب الحاجات دي جدا. جيت بقى علشان اجيب الخيار لماما. الخيار النهارده كان ب20 جنيه. قعدت كده، انا مش شاطره قوي يعني، على قد ما اقدر قعدت كده انقي اللي هو الخيار اللي هو الجامد الناشف علشان ما يبص بسرعه في التلاجة. فاشتريت لماما كده كيلو خيار، وقلت بالمره اجيب لنفسي فلفل. والفلفل كان حلو وجميل بس كان صغنن. فاخدت كده قلت لها عايزه ربع كيلو، قالت لي لا اقل حاجه نص. فاخدنا كيلو مش يعني اخدنا بقى نص الفلفل ب5 جنيه، فكان حلو جدا. وكمان حتى القرن حامي كده، شكلت حامي على رومي ب5 جنيه، وكده اشترينا حاجتنا. جيت على طول بقى ما غبتش، لان انا كنت نازله عند الجزار. وجماعه لقيت الى الان الجزار لسه واخد اجازه العيد، انتوا متخيلين؟ عدى داخل اهو شهر على العيد ولسه مأجزين. بس قالوا لي ان شاء الله بكره هيفتحوا، يعني على الاقل ما كانش بيبقوا فاتحين خالص، لا فالنهارده كان فاتح، وقال لي ان شاء الله من بكره. فبكره باذن الرحمن بقى ننزل نشتري اللحمه بتاعتنا. وهنا دخلت على المطبخ علشان اعمل الغدا، بس زي ما انتم شايفين كان في مواعين متصفيه. قلت اشيلها مكانها، هروق يعني المطبخ كده حواليا والرخام علشان نعمل الغدا بتاعنا. وفي نفس الوقت الحاجات اللي احنا فطرنا بيها، كنت انا اوريدي اصلا في مواعين من امبارح في غسالة الاطباق بس ما كانتش كملت فما شغلتهاش، فهكمل بقى عليها اللي هي حاجة الفطار ديت بتاعه النهارده. ونشغل غسالة الاطباق بتاعتنا. طبعا كنت حاطه في دماغي ان انا اكله معينه بس كانت محتاجه لحمه. فكالعادة بما ان ما لقيناش اللحمة النهاردة، فسريعا برضو كده فكرت في اكلة تانية. بقى بصراحة ما عنديش لحوم في الفريزر خالص، وفراخ عندي بس احنا بقالنا كام يوم بناكل اكلات بالفراخ. يعني ما كنتش عايزة، يعني مش عايزة، ما قلت لا هو ادام ما فيش لحمة يبقى خلاص نعمل اكلة كده سريعة، اكلة صيفية حلوة كده هشاركها معاكم. المهم بعد ما زي ما بقول لكم بقى بروق كده الرخامة حواليا، وحطيت اهي الكوبايات اللي احنا فطرنا بيها. شايفين البتنجانيه اللي على الرخامه دي؟ هي دي بقى ايه اللي كنت ناويه النهارده اعملها في غدا النهارده، بس ملناش نصيب ان ناكلها النهارده، ناكلها بكره ان شاء الله. المهم هدخل كده كل حاجه الغساله، افضي لنفس الدنيا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في اكلتنا.
لميت المطبخ بقى وخلصت اللي ورايا، ولقيت ان دورة الغسيل خلاص خلصت، فقلت انشرها بالمرة، لان انا كنت غاسلة فيها المايوهات بتاعة الولاد وهم عندهم تدريب سباحة النهاردة، فقلت علشان يلحقوا ينشفوا قبل ما اروح التدريب. وزي ما انتم شايفين للاسف انا هنشر في الصالة. انا عارفه ان في ناس كتير جدا منكم ما بتحبش ده، ولا انا شخصيا والله يا جماعه بحب انشر جوه البيت. انا بالعكس، انا اول ما جيت مصر قلت الله احلى حاجه في مصر عندنا شمس، وهنستفاد بقى ان الغسيل بتاعنا يعني ينشف بسرعه. بس البلكونتين اللي عندي بلكونه صغننه في اوضه النوم، مليانه حاجات زياده قوي، يعني كراكيب للاسف بقى، خشب وكراسي قديمه وترابيزه كده وبتاع. والبلكونه بتاعه الصاله زي ما انتم عارفين فولكان زارع فيها، على الرغم ان انا قلت لكم للاسف ما كانش لينا نصيب، يعني ما طرحش الزرع، بس بقى جايب قصريات زرع كبيره قوي، اللي هو ما فيش مساحه خالص ان انا احط فيها المنشر. وبصراحه احنا عندنا منطقه حلوان يعني نسبه التراب فيها عاليه قوي، فهو فولكان بقى متعقد من فكره ان لا هتنشري فالهدوم هتتطرب، ما ينفعش. فبضطر ان انا انشر في الصاله مع اني مش بحب، بس بصراحه يعني بينشف بسرعه برضه. احنا يعني عندي ما شاء الله اللهم لك الحمد، الشمس بتضرب في الشقه عندي في الصاله، ففكره ان الغسيل ينشف بينشف بسرعه، ما بياخدش وقت زي ما كنت بنشر جوه البيت وانا في تركيا مثلا. بس انا لو عليا بحب بصراحه انشر بره في الهوا كده، عشان في ناس برضو لما بتشوفني بنشر كده بتكتبلي تقولي لازم الملابس تتعرض للشمس والهواء، بس للأسف ما فيش مكان ان انا انشر الغسيل. المهم نشرت بقى وجيت علشان اعمل اكلتنا والغدا النهارده. سريعا فكرت يعني في الاكله ديت، بما اني مفيش لحوم فنعمل اكله بدون لحوم، بس برضو تكون اكله لذيذه كده وصيفيه ومش هتاخد مننا وقت. انا هعمل النهارده المجدره. فدي كوبايه كده من العدس الاسمر، حطيت ميه علشان تغلي عشان نسلق العدس بتاعنا. اليوم اللي بيبقى الولاد عندهم فيه تدريب بحاول ان انا اعمل لهم الغدا بدري، علشان مدرب السباحة قايل على الاقل قبل التدريب بساعتين يكون الطفل واكل. فبحاول دايما فعلا يوم التدريب، هما بيروحوا التدريب يومين في الاسبوع، ان انا اغديهم بدري. غسلت كده عندي كوباية العدس، وهنا دي بصلاية كده هقطعها اجنحة علشان نحمر يعني البصل. وهي أكلة سريعة يعني مش بتاخد وقت خالص. فهنعمل برضو جنبها كده سلطة، او بقى اللي بيحب سلطة الزبادي، يعني زي ما بقول لكم أكلة صيفية. حطيت دي معلقة دقيق كده على البصلاية علشان يخليه مقرمش، وبعمل الأكلة بالترتيب عشان كله يخلص مع بعض. يعني بص هنا كانت المية عندي غليت، نزلت بالعدس وحطيت معلقة من الكمون وهو بيتسلق، وهنا جبت الزيت بقلي البطاطس بتاعي. الاكله دي اغلبها بتتعمل بيطبخوها او يعملوها بزيت الزيتون، لكن انا بصراحه عملتها بزيت نباتي عادي اللي هو عباد الشمس. ونقلي البصل بتاعنا، وهسيب العدس بتاعي يستوي، بس مش هسيبه يستوي اللي هو يعني يتهري، لا عشان ما يطلعش الاكله معايا معجنه. هنا كده كنت بحاول اشوف، فلقيت ان هو يعتبر يعني بتستوي، بس اللي هي مش بتتفعص في ايديا، فاهمين؟ لا ده اقدر ان انا يعني لما اخدتها كده في واشوفها اندوغها، لا قدرت ان انا اندوغها. وهنا بقى هجيب الزيت اللي انا قليت فيه البصل، هو اللي هستخدمه في اكلتنا. هعمل نفس التركية اللي انا بعملها لما باجي اعمل اكلة الكشري، عشان يبقى كده الزيت منكه ويدي النكهة للاكل. وزي ما بقول لكم يعني لو حتى كمان عاملين كده بزيت الزيتون تقدروا تضيفوه، يعني في ناس بتعملها بالطريقه دي. ودي بصلايه بقى بس انا ضرباها في الكبه علشان تكون ناعمه، وهشوحها كده تكون احمرت. انا كان في دماغي يعني بما اني مفيش لحوم هعمل اكله يا المجدره، لا اما اعمل اكله عندنا في مصريه اسمها الكشري الاسكندراني او الكشري الاصفر، بيكون برضو بالعدس، بس العدس الاصفر ورز. بس انا فولكان لا قال لي اعملي ديت المجدره. فزي ما انتم شايفين بقى هنا نزلت ببرغل. لو ما عندكمش برغل بتتعمل عادي بالرز، بس انا بصراحه البرغل ده استلفت من عند ماما كنت انا اللي جايباه لها من تركيا، اللي هو الحبه الكبيره. فقلت لها ماما عندك لسه برغل؟ لان انا بصراحه لما ولا مره عملت المجدره اعتقد بالرز،
المهم بعد ما شوحت كده البصلايه، نزلت بكوبايه البرغل، ونزلت بقى بالعدس والميه اللي انا سلقته فيها. انا كنت يعني غسله العدس كويس جدا عشان انا عارفه ان انا الميه بتاعته هي اللي هاخدها اسوي بيها الاكل، بس حسيت ان هو محتاج ميه كمان، فغليت ميه كده. وطبعا حطيت الملح بتاعي، وهسويها زي ما بنسوي الرز بتاعي، بس زي ما قلت لكم ايه، ما كنتش عايزه العدس يبقى مستوي قوي عشان ما يعجنش معايا. مفيش اسهل من الاكله يعني. فزي ما بقول لكم بقى، الاكل اللي هو الكشري الاسكندراني برضو نفس الطريقه بالظبط، رز وعدس بس. فولكان طلب ديت المجدرة يعني. بس في مرة تانية نعملها ان شاء الله، لان احلى حاجة في الكشري الاسكندراني ده لما بنعمله الحاجات اللي بتتقدم جنبها برضو كده، زي اكلة المجدرة النهاردة تقدمي بقى سلطة، بس احنا مشهور معاها ان احنا نعمل بيض مدحرج ونعمل الطماطم مخللة، فبتبقى اكلة حرشة زي ما بنقول. واكلة النهاردة كده هي اكلة صيفية. كان عندي بقى زي ما انتم شايفين دوت، عندي خس، كنت حاسه ان هو هيبدا يدبل فقلت اعمله. يعني كنت هعمل سلطه الزبادي، هي الاكله يليق معاها سلطه الزبادي مخللات السلطه خضراء، بس فضلت النهارده اعمل سلطه خضراء علشان الحق بقى بصراحه قبل ما الخس يدبل عندي، والخيار كمان اللي كنت جايبه انا من كام يوم لنفسي، عشان برضو ايه احيانا الواحد ممكن ينسى ما بيستخدمش الخضار دايما، وتلاقيه بقى ايه باظ او دبل في التلاجة، فحرام. فزي ما انتم شايفين انا حسيت برضو الخيار عندي كان خلاص داخل ان هو هيدبل، فعشان كده بقى ايه قشرت القشرة بتاعته. وهقطع بقى ايه خيار طماطم. بحب دايما جدا السلطة اللي فيها بصل، بس الولاد عندي مش بيحبوا البصل في السلطة، فعلشان ياكلوا هم النهاردة سلطة مش هحط بصل يعني. وبس يعني منيو كده سريع وما اخدش مننا وقت خالص واحنا بنحضره. عايزه ايه ده؟ عايز ايه؟ ساندويتش. سندوتش سلطه؟ اه. ده بقى يبقى ازاي بقى سندوتش السلطه ده بقى؟ انا عملت خصايه، خصاية، طماطمايه، طماطة واحدة وفلفل. ماشي خلاص يلا هناكل السلطه مع الغدا يلا. الأكل قرب. خلاص قرب. تعالوا بقى نشوف الاكله بتاعتنا بعد ما استوت. جيت كده اقلب، عايزه اقول لكم الريحه في المطبخ كانت جميله جدا. كانت كل كل شويه تدخل يا ماما المطبخ تقول لي ماما في ريحه حلوه قوي. يعني مجرد البصل اللي قليناه وان احنا استخدمنا الزيت في اكلتنا، فتحسوا كده ان ايه المطبخ كله كده ريحته جميله. على فكره كانكم بتاكلوا كشري، ان دايما لما باجي لاكله المجدره ديت نكهه الكشري بتبقى موجوده. يعني هو ناقص له ايه؟ ناقص له المكرونه والصلصه. فزي ما انتم شايفين قدمت الطبق بتاعنا كده، بتحطوا بقى البصل المتحمر على وش الاكله وجنبها سلطه، وده كان الغدا. على اخر النهار بقى اخدت الولاد وجينا هنا، ده نادي حلوان العام. الولاد بقى بيتدربوا سباحة، بيجوا مرتين كده في الاسبوع، وده الشهر التاني ليهم. في طبعا تحسن، بس الحمد لله ولا الحمد لله الولاد عندي اصلا بيحبوا الميه انتوا عارفين، ويمكن هم اكتر حاجه بسطاهم وبيحبوا يجوا جدا التدريب علشان يلعبوا. فكره ان هم نازلين البسين وهيلعبوا، جلوزار دايما بتغلب الكابتن بتاعها بفكره ان هي طول ما هي واقفه هي بتلعب بتغطس، احيانا كتير جدا مش بتركز في التدريب. مبسوطين ان هم جايين يلعبوا وجايين يلعبوا في الميه. بس هتشوفوا كده على اخر الحصة التدريب، يعني الجلوزار هتكون اتحسنت شوية. التدريب بيكون مدته ساعة، فانا شايفة ان هي يعني كويسة جدا كافية جدا.
كنا عايزين ناخد لهم لعبة تانية بجانب السباحة بس ما حصلش نصيب، يعني الصيف دوت ما اشتركنا لهمش الا في السباحة. ان شاء الله بإذن الرحمن ناوية اكمل معاهم. كمان يعني عندنا النادي بيبقى تدريب صيفي وشتوي يعني. بس ما رضيتش ابدا في الشتاء، قلت هيبقى صعب، لكن لما يبقوا بادئين من الصيف واكمل الشتاء اعتقد هيكون انسب واسهل. وكنت حريصه جدا كمان برضو ان انا اخلي الولاد يتدربوا سباحه، لان كذا حد قال لي اللي عنده مثلا تجربه في موضوع الحساسيه بتاعه الولاد ان هي تعافوا او قلت تماما مع ممارسه السباحه. فكان دوت برضو هدف في دماغي ان انا اخليهم يبداوا السباحه. والسباحه دايما بتبقى اكتر رياضه محببه الاولاد، ممكن يحبوها يكملوا فيها وكده. فبس زي ما انتم شايفين بقى جلوزارة اهي يعني على اخر الحصة بدأت ان هي تتحسن، وكل مرة بصراحة يعني بيتعلموا زي يعني حاجة جديدة وفي تحسن زي ما بقول لكم. بس هي جلوزارة بتحب تلعب. بصوا بقى هنا من غير البورد، يعني اهلوها الاول تتعلم ببورد وبعد كده من غير البورد بس. ده هيكون يومنا كده النهاردة خلاص خلص. بعد دايما ما بيخلصوا التدريب بخلي الولاد يقعدوا دايما كده شوية في النادي، سواء انا بقابل اصحابي واولادهم، يبقى تغيير للولاد. انتوا عارفين ان احنا عائلة بيتوتية شوية فمش بنروح ولا نيجي. فدايما خاصة مثلا يوم الخميس بحب الولاد بعد التدريب بقى اسيبهم في النادي يلعبوا. شايفين جلوزار جريت على طول على الالعاب. وبس كده ده يكون النهارده نهار يومي كده في وسط الاسبوع، حبيت اشاركه معاكم. اتمنى ان انتوا تكونوا اتبسطتوا. يا ريت ما تنسوش اللايك. اشوفكم على خير فيديو جديد واقول لكم باي باي.